السلام بخير مزيانين. اليوم ان شاء الله غندير واحد قريشلات ديال العواشر وهانتوما معايا. ندوزو المقادير. هنا عندي 2 معالق ديال الزبده، اي زبده ماغارين ولا زبده هولنديه ولا اللي كان. وعندي هنايا الفرماج 3 الفرماجات غنعمل، هما 3 الفرماجات. وعندي كاس اللارب ديال الزيت، يمكن لكم تعوضوه بنص كاس. عندي نص المعلقه ديال البزار. هنا عندي الملح ديال البيض. انا غنبننهم بهاد الجبن. هنا عندي معلقه ديال الجبن، اي جبن عندكم. يمكن لكم ديروا مطارد، انا درت هاد الصلصه الثوميه ها هي حتى هي كتجي زوينه ديال المايونيز. هنا ندير معلقه. انا كنبغي نلدد هاد القريشلات باي حاجه كانت عندكم هكا عملوها، يعني ولا اكتفوا غير بالبيض والفرماج والمطارد والبيض والزبده والزيت. وهنا كندير الملحه. وهاد القريشلات كيجيو مالحين شويه باش كيعطيو واحد البنه، ماشي الملوحيه عاود تسمعوا الملح تقول هادي راه شي معلقه صغيره ديال الملح، شويه وصافي. وهنا دابا غنبدا نخلط بيدي لان كاينه الزبده عندي شويه قاصحه، حتى كنرجعها بحال الطوماط. الخل ما بنتوش. وهنا كنزيد واحد المعلقه ديال الخل. انا زدت واحد المعلقه ديال الخل باش نكونوا فاهمين والمقادير ديالي يكونوا واضحين. 3 الفرماجات ورانا كما قلت لكم، 2 معالق ديال الزبده ونص كاس ديال الزيت. وهاد المايونيز وشويه البزار، شويه الملحه، واي صلصه عندكم يمكن لكم تعملوها. حتى المطارد كيجي زوين. انا ما عنديش المطارد واجد في الدار، هي عملت هاد الصلصه ديال الثوم. غنبقى هكا حتى كتخلط هاد الشيء هذا هكا بيدي هكا حيت خرجت الزبده خدمت بها، خرجتها من الثلاجه بقى شاده ديك البروده. هنا البنات انا عملت شوكي، طحنت هاد الخليط مزيان عا بيدي هكا وبهاد الكف هكا حتى كتولي بوماطه. هنا درت الكاس الاول ديال الدقيق، كنبقى نجمع الدقيق حتى كتقصح. هنا الثاني الثالث.
غنغرف. زيدي النص، زيدي النص. غندخلو فيها الدقيق حتى تقصح لنا. هنا البنات ها هي ها هي شو كي كتجي العجينه، يعني ما كتجيش مرخوفه، تجي شويه قاصحه باش ما تخسرناش المواد اللي غنزيدو فيها. مثلا شي حوايج غندخلهم في هاد العجينه باش كتجي زوينه ولذيذه. صدقوني يا البنات، واخا ما درتش لا سكر لا والو، والله المذاق ديالها دقتها لما واعره. انا بالاخص في هاد الصرصه هذه، ها هي كتعطي واحد المذاق واعر. وحتى المطاط هنا غنديرو على 3. هنا البنات انا كندير المعدنوس هنا، وكندير واحد الجبنه هكا كيري. هنا كنخلطها مزيان باش يدخل فيها هاد المعدنوس وهاد كيري، هاد حبه ديال الكيري. هاهي البنات ساهله. دابا هنايا غنخدم حاجه اخرى عاد، غنخدم الزيتون. شديتو طحنتو. هنا عندي الزعتر غنحكو بين يدي، جهد معلقه صغيره ديال الزعتر هكا. الا شفتوها البنات العجينه ترخفت، يمكن لكم تزيدوا الدقيق. انا نعمل الزيتون، نسيت الزيتون الكميه اللي عندي. وغنزيد حتى الزعتر، يعطيها واحد النسيمه واعره كتجي خطيره. هاد الا جاتكم جاريه ولا شي حاجه يمكن لكم تزيدوها بالدقيق باش تقصح. هذه هي معلومه ديالي وصافي. هنا عندي عاود غندير هاد الهريسه هادي. هذا شديت عيا الزيتون، هنا البنات هذه عجينه عملت هاد الفلفله. هاد الفلفله طحنتها هكا، قطعتها وطحنتها هكا. فلفله مزاود حارين شويه الكامل. كتجي حاره والريحه ديال الكمون يا سلام. كنمحك بيدي كندخل هذاك المكونات اللي عملت مزيان في هاد العجينه هذه.
كنخلط لهاد العجينه وكتولي حمراء. صافي هنا البنات كنبدا نكركب هكا يكون هادشي مستوي. انا راه عامله شويه هنايا عملت الزراره. كل واحد شنو باش ما بغى يزين بالجنج الابيض او الجنج العادي او الخشخاش. هنا عملتهم بجوج ودرتهم في هنا في الابيض وهنا كنديرهم هكا هنا كندير السميده، كندير واحد الملعقه صغيره ديال التحميره او بابريكا. هنا كنعمل هاد درتهم كويرات صغارين هكا. دابا كندوزهم في البيض. ما كنعملهمش كاملين لان حال بالحبات هكا باش ما يتعجنوليش. هنا البنات درت الزعتر والسميده غنخلطو هكا. هنا كندير شويه الزيت، هنا شويه الزيت مع هاد السميده والزعتر. وغنبدا ندير في البياض الابيض البيض كيجي المنظر ديالهم مزيون البنات. دابا غنديهم للفران، نشعل الفران الفوق والتحت على درجه 180 وها انا معاكم حتى الاخر ونشوفوهم كيفاش كيطيبوا كيفاش كيجيو مزيون. بركه قريشلات ما وجدوا كيجيو رائعين وبالصحه والراحه. ديروا لي ابوني البنات وتفاعلوا مع القناه ديالي ونتمنىكم تجربوهم، راه مزيونين في الصراحه.